السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي رولي تاع الدجاج. نبداو مع بعض في الوصفة. في الباتور نحطو البصل، نحط كامل الكمية لاني نحتاجها في لاصوص. عندي هنايا حوالي 4 فصوص ثوم او 3 يكونوا كبار. نرحي هذه المكونات مع بعض. وهنايا بعد ما رحيتها نحي نصف الكميه، مش نص يعني قليل من الكميه هذه اللي رحيتها، باه نديرها في لاصوص. حوالي نصف حبه، اكثر من نصف حبه كبيره تاع بصله. نخلي فقط القليل لانه هذه الوصفه او اللحم هذا راح نزكيه حتى اذا كان عندك شويه تاع دجاج. انا هنا الدجاج عندي نصف صدر دجاج فقط، وراح نزكيه بالروز. له كل المكونات هنا مع بعض. الروز يعود طايب في الماء، معدنوس، لا شابليو، خبز يابس مرحي. هنا عندي حبة بيض، توابل نحتاج ملح، فلفل اسود، عندي سكنجبير، وعندي الكمون. نديرو شويه برك تاع الكمون. وعندي هنايا راس الحانوت، نشتي نضيفو شويه فقط. والان نرحي كل المكونات مع بعض. هنايا راهي ترحات لي. نحط فيه هاد المكونات او هاد الخلطه. هنا على ما اظن انها تخصني شويه لا شابلور، نزيد فقط ملعقه. هنا الزيت نحطوه على جنب. هنا نجيبو ورق شفاف نعطي فيه ترونسبارون، نحطوه بهذه الطريقه او بهذه الطريقه اللي تساعدنا. نجيبو الزيت نحطو قليل في يدنا الزيت باش ما يتلصقناش. نصف الكميه فقط نوزعوه على كامل، مش كامل يعني نحاول نشكلوه مستطيل. نجيبوا الجبن، اي جبن عندكم، جبن مثلثات او جبن شيدر او جبن طري كيما هذا جبن مثلثات طري، او جبن البرجر جبن مربعات يعني. شكلوه بهذا الشكل.
نحاولوا نروليوه. نحاولوا نعملوا بهذا الشكل وبالحجم اللي يدخل في الكسكاس، لانه راح نفوره، وانا جامي جربته في الفور، ولكن نورمالمون تقدروا ديروه ايضا في الفور، ولكن انا نفضل نفوره بهذه الطريقه. دوكا نكمل الثاني، عفوا قبل دوكا نديرو في بابي سيلوفان، بابي الومنيوم. بهذه الطريقه ونكمل الثاني. الان نحطوه في الكسكاس بهذه الطريقه. هنايا في كاسرونه نحطو شويه تاع زيت مع شويه تاع الدجاج مع البصل اللي خليناه قبيله ورحيناه. نضيف القليل من الزبده، حوالي ملعقه صغيره، خليو الكل يتقلى مع بعض. هنا كي بدا يتقلى نضيفو الملح، شويه الزنجبير، مع راس الحانوت، مع شويه فلفل اسود. هنايا نضيفو شويه تاع زروديه وحبه طماطم صغيره، زروديه مقطعه دي طرونش بهذه الطريقه. نزيدو نخليوهم يتقلاو شويه مع بعض. نخليوهم يتقلاو فقط شويه باش نمرقوها، ونضيفو الزيتون الاخضر. هنايا بعد ما تقلاو مع بعض الطماطم الزروديه والبصله، نحطو هنا الزيتون الاخضر كميه قليله، مش لازم بزاف على حسب واش عندك، ونضيفو الماء يكون سخون، ونخليوهم يطيبوا. واللي بغات تجيها المرقه عاقده تضيف حبه تاع بطاطا وتخليها طيب، كي طيب ترحيها في مقله تاع في مقله ولا كسرونه، نحطو شويه تاع الزيت، وهذا بعد ما نحيناه وطابلنا بعد ساعه انا باش نحيته خليته برد، راهو بارد تماما. ولا نحطوه يتقلى من كل الجوانب، نبقاو نقلبو كل ما نحمروه، كل ما يحمر من الجهه نقلبوه حتى يتحمر من مكانه. هنا فوالا، هنا بعد ما تحمروا لنا حمرتهم بيان كيما حبيت، كيما تحبوا تحمروهم، ثم انا حمرتهم بيان.
والان راهم سخونين، نخليوهم يبردوا ونقطعوهم دوائر شرائح ونحطوهم في طبق التقديم، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، واللي مش مشترك في القناة نتمنى انه يشترك ويدير اعجاب ويفعل الجرس. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.